ازاي تعلق بيكي اكتر. واول حاجه انك تبطلي تعافري وتبذلي في مجهود علشان بس تبهريه. اتعاملي بطبيعتك عادي وسيبي له مساحته. زي ما عاوزاه يهتم بيكي انت كمان لازم تهتمي بيه، تهتمي بتفاصيله وتشوفي ايه مضايقه وتهوني عليه. حسسيه انك دايما معاه وجنبه. لو هو شخص فعلا كويس معاكي ودايما بيدعمك ودايما واقف جنبك، وقت ما يحتاج مساعده انت تقدري تعمليها اعملي ده. بتبقى زي نقط النور الموجوده في الريليشن دي. حل اي مشكله ممكن تواجهكم هي في المناقشه المحترمه. يا اقنعتني يا اقنعتك، من غير ما نقل ادبنا على بعض، من غير ما يكون في حديه ونديه في المناقشه. محدش فينا في المناقشه دي يغلط في التاني يقلل من التاني، محدش فينا يصدر رايه في المناقشه دي. انا بسمع رايك باحترام وانت بتسمع رايي باحترام. والعلاقه بين الراجل والست هي جهد مشترك بين الطرفين. يعني انا بديها 70% للراجل و30% للست. الستات عندها اقتناع شديد ان 100% على الراجل، لا طبعا ده مش حقيقي. لازم احنا الاثنين ندي في العلاقه دي. الست لو غلطت في موقف بتصالح عادي، ولو في موقف ما قدرتش واتعاملت فيه بطريقه غلط عادي ممكن تعترف وتعبر عن شعورها بالندم. العلاقه الصح بتكون مبنيه على حب، موده، رحمه، مش مشادات بقى ونديه وخناقات وكاننا كده جايين نزهق بعض ونتخانق مع بعض وبس كده.